ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. زي ما اتفقنا مع بعض كل اسبوع في يوم كده هنعمل فيه نوع كيك جديد. النهارده هنعمل كيك الليمون، كيكة سهلة قوي لذيذة قوي، ريحتها تجنن، ومكوناتها موجودة ان شاء الله في كل بيت. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، ويلا نبدأ. اولا هناخد القالب اللي هنستخدمه وهنبطنه بالزبدة. ادهني بالزبدة كده بالفرشة، وبعدين الدقيق. بطناه كده بالزبدة والدقيق هنركنه دلوقتي. كوباية سكر عليها 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، عليها معلقة كبيرة بشر ليمون ومعلقة صغيرة فانيليا. هنضربهم بقى بالمضرب كده لحد السكر ما يدوب خالص في البيض، والبيض لونه يتغير خالص، يبقى فاتح خالص بالدرجة دي كده. كده هنبدأ نضيف باقي المكونات: عصير ليمونة، ونص كوباية زبدة على زيت، يعني ربع زبدة وربع زيت، ومعانا كمان نص كوباية زبادي. هنضرب بالمضرب دقيقة واحدة بالظبط. بعد كده هنضيف المكونات الجافة اللي هي عبارة عن كوباية ونص دقيق، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة الملح. نخلناهم بقى الأول كده، وبعد كده نبدأ نضربهم دقيقتين. بعد ما ضربناهم بالمضرب كده نتأكد بس إن كل الدقيق داب. بالسباتولا كده نزلي الحروف وهاتي من تحت لفوق كده وقلبي كويس لحد ما تتأكدي إن مفيش أي حاجة متكتلة. هناخد بقى الكيك بتاعنا. هوريكي القوام بتاعه دلوقتي. ادي القوام بتاعه المطلوب بالشكل ده. هناخد بقى الكيك نحطه في القالب. هو الكمية بتاعتنا مظبوطة بالظبط على مقاس القالب، وهندخله الفرن. قبل ما تدخليه الفرن احنا كنا مشغلين الفرن على اعلى درجة 220 تقريبا. ظبطيها على 180، وحطي الكيك على الرف الوسطاني. وقبل ما تدخلي الكيك لازم على الرخامة كده اخبطيه خبطتين 3 علشان لو في اي فقاعات هواء تطلع. وهندخله بقى على الرف الوسطاني زي ما قلتلك على درجة حرارة 180. هياخد حوالي 40 دقيقة. هنعمل بقى الصوص الأبيض بتاعنا اللي هنحطه على الكيك: كوباية سكر بودر، مع عصير نص ليمونة، مع 3 معالق لبن، بس حطيهم بالتدريج أحسن ما نحتاجش التلاتة كلهم، يعني حطيهم على كذا مرة زي ما بعمل كده. هتلاقي القوام بتاع الصوص بتاعنا وسط، لا سميك قوي ولا خفيف قوي، بالشكل ده كده. دلوقتي هوريهولك دلوقتي بالشكل ده كده. خلاص الكيك بتاعتنا طلعت بعد 40 دقيقة، سواها حلو جدا. سيبيها بقى لما تبرد خالص، مش تبقى دافية، لا تبقى باردة خالص. وبعد كده هنقلبها بقى من القالب. شايفة السوا بتاعها من تحت ومن فوق طالعة هشة وجميلة جدا، وريحة الليمون بقى فيها تحفة. يعني عايزة اقولك ريحة الليمون مفحفحة الدنيا كده. حطيت بقى عليها الصوص كده وهو هيتماسك على طول، وبعدين زينتها بشرايح الليمون وتقطعيها وتقدميها بقى بألف هنا. حلوة جدا، سكرها جميل، هشة قوي قوي، وزي ما بقولك ريحة الليمون فيها تجنن، وبألف هنا. ولو عجبتك الكيك بتاعتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.